بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم وصفة نتاع معسلات لسهرة شهر رمضان المبارك. وصفة ليكورني بهذا الشكل الراقي بعجينة سحرية مع جميع أسرار نجاحها. تجيب حشو اقتصادي، نتمنى ينال إعجابكم، وما عليكم غير تتبعوا لا فيديو باه تنجح معكم هذه الوصفة إن شاء الله. وبدون إطالة راح نروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبداو. هنايا راح نذكر لكم برك المقادير وراح تلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. 2 كؤوس ونص تاع فرينة، مغرف صغيرة تاع فانيليا، رشة تاع ملح وتكون يعني لاباس بها، نصف مغرف صغيرة تاع خميرة كيميائية، نصف كاس زيت وزبدة مخلطين، ونص كاس تاع ماء وماء الزهر. هنايا في ريسيبيون حطيت النواشف كامل 2 كؤوس ونص فرينة بعد ما غربلتهم، وضفت لهم مغرف صغيرة تاع فانيليا، رشة مليحة تاع الملح، ومن بعد ضفت كذلك نص ساشي تاع مغرف صغيرة عفوا تاع خميرة كيميائية. وهنا كما راكم تشوفوا راني راح ندير 4 كاس تاع زبدة ويكون بارد، والربع الثاني راح يكون تاع زيت، يعني كامل نص كاس. صبيتها فوق هذيك النواشف كما راكم تشوفوا، وراح نضيف عليها نص حبة تاع بيض. هنا راح نخلط مليح الحبة تاع البيض تاعي، من بعد نضيف النصف تاعها ونبدا نخلط غير بسبيعتية بهذه الطريقة. بعد ما دخل لي دام لهذيك الفرينة تاعي كامل يعني وتبست، هنا راح نجيو نبسوها ونفتحوها ما بين يدينا باه ما يبقاولناش هذوك التكتلات. من بعد البنات راح نجيب نص كاس مخلط ما بين ماء الزهر والماء العادي. بالنسبة للماء والماء الزهر راح يكونوا دافيين فقط، باه كما قلت لكم يعني مع تشارك عجينة التشارك ولا العجينة تاع البقلاوة ولا أي عجينة اللي فيها لدام ما يكونش سخون، لأنه من بعد راح يصرى هذاك الشوك بين الماء البارد ولدام يعني سخون. من بعد العجينة تاعنا راح تجي فيها واحد الكوتل هكا نتاع الزبدة. هنا كيما راكم تشوفوا راني غير نلم فقط في العجينة تاعي بهذه الطريقة. وبالنسبة للماء والماء الزهر البنات راح تحطوا غير بشوية وتعجنوا يعني هكا تلموا ما بين يديكم وتشوفوا اذا كانت ناقصة راكم تزيدوا لها، لانه كاينه فرينة اللي تشرب وكاينه فرينة ما تشربش. راح نبقى نلم العجينة تاعي كيما هكا، راح نعجنها مدة 5 دقائق فقط. وهنا البنات عندي مقطع راح لي للأسف، ضفت لهاد العجينة شوية جلجلان، عجنتها وخليتها ترتاح لمدة 1.5 ساعة. من بعد جيت راح نشكل مع بعض هذوك الليكورني. كما راكم تشوفوا راح نبسط العجينة تاعي بهذا الشكل، يعني ما تكونش خشينة بزاف، راح نديروها رقيقة شوية. فتحتها بهذه الطريقة، من بعد نحيت هذوك الزوائد بواسطة الجرارة ديما نخدم، راح نكيل 1 سنتيم كيما بهذا الشكل، ومن بعد نقص حتى نكملو العجينة تاعي كامل. من بعد نجيب لي كورني تاعي، انا عندي لي كورني هذو الاولين خلاص لي خرجوا قبل يعني دركا مخرجوا ما خير منهم. راح نحكم هذاك الحربوش تاعي اللي درتو، من بعد راني نفوت بهذه الطريقة على هذاك الكورني، وفي الأخير راح باش ما تفتحلناش يعني كي نبداو نقليوهم راح ندير بياض البيض ونسيي يعني ريقلهم بهذه الطريقة ونخليهم يرتاحوا. هنايا السر من أسرار نجاح هذا ليكورني هذو، باه ما يتفتحوا لكمش في وسط المقلاة، ما عليكم غير تخليوهم 10 دقائق في الثلاجة يعني حتى نتحكم هذيك الزبدة روحها فقط. هنايا بالنسبة ليكورني تاعي تقدروا ديروهم كيما هكا صغار، ولا تقدروا ديروا تسمع تحطوا الاول هذاك الشريط الاول وتزيدوا له شريط ثاني بهذه الطريقه، فقط ديروا ما بيناتهم البيض باه يلصقوا لكم وراح يجيوكم كبار. هنايا راح يديوكم شويه حشو لبس به، على هذا انا درتهم يعني صغار. وهنا البنات بعد ما تخلصوا لازم عليكم تغطوا العجينه تاعكم باش ما يضربهاش الهواء وتنشف يعني معكم. درك نجيو نقليوهم مع بعض في مقلاة ولا طاوة يعني تكون شوية غامقة، راح تحطوا شوية تاع زيت تكون شوية مغمورة وتخليوها تسخن للغليان. من بعد تنقصوا عليها وتبداو تطيبوا هذوك لي كورني تاعكم بعد ما جبدوهم من الفريجيدار. راح تخليهم حتى ياخذوا
اللون الأحمر من بعد ننزلوهم نقطروهم ونحطوهم مباشرة في هذيك العسيلة. شوفوا لي كورني كيفاش راهم يعني نزعهم بكل سهولة. هنايا كيما راكم تشوفوا، لانه هاد لاباط اصلا البنات راهي مخدومه بالزبده، يعني ماهيش حتلصق لكم كامل فهذوك لي كورني، ونعسلهم مباشره. من بعد نزيد نخليهم يقطروا ونروحوا نشوفوا مع بعض الحشو تاعنا. شوفوا البنات، بالنسبة للحشو ديروا واش كاين متوفر عندكم في الدار. انايا كان عندي شوية تاع كاوكاو بقليب المعسلة اللي قبل، وعندي شوية تاع جوز وشوية لوز، شوية ماشي بزاف، وعندي مغرف تاع حلوة الترك، وعندي هذاك سوغيز، وعندي ثاني مغرف تاع كراميل ولا توفيا. راح نخلط مليح الخليط تاعي والحشو تاعي حتى نحصلو يكون شويه جاري. يعني هنايا زدت مغرف نتاع عسل لانه هذا الكراميل ولا هذا التوفيه ما لمتليش. من بعد حطيتها في اون بوش، وجيت هنايا راح نحشي مع المعسلات تاعي. كما راكم تشوفوا المعسلات جاو يهبلوا البنات، اللون تاعهم ما شاء الله، جاو ترسلوا لي القلب، وجاو هشاش، يعني كون تقيسيهم بغير شويه يتكسروا، يعني كي تجيو تحشوهم غير بشويه برك. وبالنسبة للحشو جا بنين بزاف، وجا معلك من هذيك حلوة الترك. راح تجربوه ما شاء الله وراح ينالوا اعجابكم. اذا راح نكمل كمية كامل يعني تاع لي كورني تاعي نمرهم، ونجيب شوية من المكسرات اللي بقاوت لي تاع جوز ولوز، فتفتهم برك بهذه الطريقة، وراح نغمس فيهم يعني الوجه نتاع الكورني تاعنا. هذا للتزيين فقط. اذا عندكم الفستق الكاذب يجيو احلى واحلى. راح نكمل نعمر لي كورني تاعي ونشوفوه مع بعض في صحن التقديم. إذا هذا هما المعسلات تاعنا لي كورني محشيين بحشوة رائعة، يجيو هشاش ويجيو الحشو تاعها معلق، يجيو بنان بزاف. راح نقسم معكم حبة باش تشوفوا كيفاش جات. كيما راكم تشوفوا جات هشيشة، جات طرية تاني، وجات بنينة بزاف. ان شاء الله جربوا الوصفة تاع اليوم وتنال اعجابكم، وصحة رمضانكم وصحة سحوركم، وكل عام وانتم بخير وبألف خير يا رب. سلام.